بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل أنبياء الدين صلاة وسلاما عدد كمال الله وكما يليق بكمالاته، وبعد. شهر شعبان شهر الله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة. فشعبان شهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حولت له القبلة بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى 18 شهرا، يعني سنة ونص من بتوعنا احنا. مش من أيام ربنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إنما احنا وهو الزمن اللي احنا فيه أصبح اليوم كأنه ساعة، والأسبوع كأنه يوم، والشهر كأنه أسبوع، والسنة كأنها شهر. وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان ولو كانوا يعلمون. اللهم احفظنا في هذا اليوم. أيوة، امشي على الصراط في الدنيا، هتيجي في الآخر هتعدي، بس مش هتعدي على الصراط بتاع الآخرة ماشي، لا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من المتزحزحين إلى جنة المأوى يا رب. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب، والنبي كان وطنيا، نظر إلى مكة وقال لها: إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أهلي أخرجوني منك ما خرجت. فلذلك بما أننا راجل برضه على سنة النبي ووطني زي النبي، بقول زي النبي ما لبلده، أنا بقول لمصر: إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ما بجاملش. فدخل يثرب في عصر جاهلية أولى، وكان هناك 3 قبائل يهود: بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ممكن يعني هم ندوا بعد كده قالوا: احنا سيبناه يخش من الأول ليه؟ فكانوا عندما يختلفوا في أي شيء يتحاربوا محارب خطف وسبي وما إلى ذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع العهود والمواثيق بين كل الملل والنحل هناك، فعلم الدنيا كلها بوضع القوانين فيما بينهم وما عليها نحن الآن، وهي قوانين مدنية من الصور المدنية التي تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كانت ثقافة الوثيقة وما ينطق عن الهوى. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل يثرب وكان يصلي نحو القبلة الأولى، فاليهود وغيرهم قالوا: ما دام يصلي لقبلتنا فهو منا، وسيعود لنا يوما بمال أو منصب يوم وما إلى ذلك. ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى له حكمة،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ينظر إلى السماء: قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبلة ترضاها. ويدعي النبي، ولم يستجيب ربه له إلا بعد 18 شهر حتى اشتد عود المسلمين. ولذلك أقول لكل من يدعو الله بشيء: إذا ربنا تأخر عليك فيمكن لمصلحتك، لأنه لو مثلا أجابك هتكون جاية ضرر عليك، فالكل ينتظر، لأن ربنا يعني أما أقول يا رب، لا، هو عارف اللي جوايا إيه ومطلبي إيه. بس خلي بالكم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بس هنا قال للنبي: وإذا سألك عبادي عني، ما قالوش فقول بقى، قال له: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا إيه دعاني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. بس هيبقى منك ازاي؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن خلق الإنسان من عجل. اللي يجي يقول: يا رب، هو احنا، واخر يقول لك عمالين ندعي تحرير الأقصى ويلموا بعض كده، ولم يستجيب له. طب ما يشوفوا ايه؟ لأن ربنا لما غضب على قوم موسى فأرسلنا عليهم الطوفان أهو، ولسه عاملين لبعض سدود، لسه طوفان السد، السدود والمدود، طوفان والجارات. نمرة، ما هو ربنا بياخدك واحدة واحدة. رجعت ماشي، خايف عنك، ما رجعتش هيزود لك حاجة. الجارات بقى، يعني احنا دلوقتي في انتظار الجارات. الله أعلم، ما كلها وما يعلم جنود ربك إلا، ممكن هموشة صغيرة تكبر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم 18 شهرا لتحويل القبلة، واستجاب الله له وحولت القبلة. وعندما حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة، المشركين قال لك: بس ده حل الوطن وخلاص بقى، يومين كده وهيمشي. ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل يثرب قالوا له: طلع البدر علينا وما إلى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد تحيتهم من قول الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فالنبي كان بيحييهم بيقول لهم إيه؟ المحيا محياكم والميت عندكم. يا حبيبة يا مدينة كحب المكة كمان. وعاد وفتحها النبي، بس عندما اشتد عود المسلمين. وليميز الله الخبيث من الطيب، ده بيصلي كده وده بيصلي كده، وإلا كان زماني ما بيعملوا وبيقول لك احنا مسلمين، وبيحاولوا يغيروا الاشياء اهو، عمالين على اخر جهودهم اهو، لغايه ما وصل الامر يقول لك صلاه الجنائز، الصلاه على الميت من غير وضوء جائزه. الا ده انت داخل صله مع الله يالا، يعني ده بعض من بعض، ولكن الله غالب على امره ان شاء الله.
ايوه ربنا هو موجود اهو، بعت لكم الطوفان. لا ده بعت الاول ايه حتى تتعظ الناس. انفلونزا الطيور اللي هم بيحاربوا عليها دلوقتي، واشاعات وفساد وتجار فجار. التجار بتوع زمان هم اللي نشروا الرساله، ودول جايين ايه يجعلوها تجاره ويهدموا الايه الاسلام، لان العمايل دي مش عمايل الاسلام. يموت الكتاكيت ارواح بدون ذنب. شوف بقى الدوره على ما تيجي ايه، الدوره على ما تيجي تاخد لها كام شهر بقى موتوهم. يبقى تيجي يجيب الفراخ البرازيلي يقول لك الحكومه برازيلي ايه يا ولا؟ لا مش انت اللي عملت. هو عايزها كده عشان الحاجه اللي جوه تفضل ايه. هو بقى التجار دول لعبوا لعبه كده، هبروا هبرات، بس ان شاء الله هيصرفوها عند الدكاتره. اي نعم، لان كل الناس يعني كاظمين غيظ. وشوف بقى يعني مظلومين، واتك دعوات المظلوم فانها مستجابه. اللهم من يغلي الاسعار على الفقراء وغيرهم بدون وجه حق ارزقه مرض لا يجد له دواء ولا طبيب يداويه ولا يهنأ بامواله اولاده. لان بعد ما بيموت الغني بتتقسم وبتظهر، وساعات بتروح. عيل بقى رباه متدلع جه ورث ضربهم في ما هو فاز الطيور. يقول لك الفراخ، اشاعات بقى تسمع يقول لك الفراخ البرازيلي فاز دي، واشاعات بالكذب. وغالبيه الناس الان يخرجون عن الاسلام بسلامه نيه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سالوه هل المسلم يكون زانيا؟ قال نعم ويتوب الله عليه. هل يكون سراقا؟ قال ويتوب الله عليه. حتى وصلوا بالأسئلة إلى هل يكون المسلم كذابا؟ قال لا. الكذب دلوقتي معملين الجدع دلوقتي اللي يتحرى الكذب ويكذب حوالين الكذب 1000 كذبة حتى يطلع الأولانية صادقة، ويشوف بقى الباقي يعتقد ويكسبون عند الله كذابين. هنا بقى البركة تنشاء، كله بيكسب بس مش مكفية. ليه؟ وصل الأمر إنهم حطوا من رزقهم على العبد ويمصوا دم العبيد. أيوه ده اللي هيجوعنا مبارك، ده اللي هيجوعنا مرسي، ده اللي هيشبعنا مش رزقنا عليه هو. نسيوم إن رزقنا عليه هو يبقى كله جاي ايه البركه. هيجيب لك بقى ما انت اشركنا بالله عبد. مين اللي بيرزق؟ ربنا ولا الحاكم ولا جارك ولا ابنك؟ يا ولاد هنا وقال لنا حاجات كتيره. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال. مين بيستغفر لما يبقى معذور؟ وبنين اللي عايز يتجوز يا خرابي يا دهوزي في ده بوصي ده طب استغفر وامددكم باموال وبنين. وهديك بنين باللاسلكي ولا هتروح تجيبهم من الشجره؟ لا، هيسبب لك الاسباب بس احنا نستغفر ونعود اليه. غير كده ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. والله لو عنده مليارات اهو بصوا حواليكم تعرفوا اللي فيه. فيجب ان نعود ونأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمرا
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. يبقى هنا اللي بيشرع من جديد وبيحاول يهدم الإسلام، قالوا أنتوا كده بدأت تخرج عن الإسلام، لأنك أنت بدأت تبارز ربنا. في علماء دلوقتي الجدع بقى اللي عايز إيه؟ نظير دولار، وهو هيبقى في الآخر كالحمار. أنت حر، بس برضه عيشتك هتبقى ضنك. لما يبقى حتى معاك ملايين وتعرف تجيب الرومي والمحمر والمشمر وما إلى ذلك، اللهم قربنا إليه وقربهم مني. تبقى قاعد كده اهو ويجيبوا لك حته جبنه قريش ورغيف في نص قمح او بلدي، يبقى فلوسك دلاك هتفيدك بايه؟ وفي نفس الوقت برضه يعني ما بيعطفش على الفقراء ولا واذا عطف يعني معلش اديله النصيحه يا سيدنا، ما حدش يزعل مني، اللي يزعل مني وحر. في ميزان هتقف قدامه وكل واحد فينا عزرائيل لازم يزوره. ولذلك عندما حولت القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا قال لكل أقول يا رب، قال كل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شوف بقى، يعني لما نيجي نقول الأزهر عنده وسطية، هل الوسطية دي يعني لا الوسطي هو الحاكم بالمعرفية. أيوة، إن أنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. نعم، أهو القرآن الكريم توسط ما بين النصرانية واليهودية وما بين، وحرر العبيد والسبايا والجواري ووضعنا القوانين. يعني النبي نظم حركة الحياة عليه الصلاة والسلام. يعني لو مش النبي محمد عليه وعلى اليهودي والنصراني والمسيحي وغيره لكان الله أعلم بهم. إن كنا عبيد بدون خاسة أو عبد أمة أو سيد كان الله أعلم بهم. ولذلك ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ العالمين. نعم. يبقى هنا الوسطية هي المعرفية الحاكمية، لأن أنا مش هعرف أتوسط في أمر ما بين اتنين عشان أتوسط ما بينهم وأحكم ما بينهم. لازم أبقى عارف ده إيه وده إيه والمشكلة إيه والحرام إيه والحلال إيه. ما كانش عندي معرفة أحكم بينهم إزاي. كذلك القرآن جاء فيه التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك، ولولا القرآن الكريم لاندثرت الديانات الأخرى بين الترجمات وما إلى ذلك، كان زمانها ضاعت. إذا كانوا في الدين الإسلامي في إسرائيليات وتسريبات حتى في البخاري، وهو أيوة، وبرضه في مسيحيين ولو كتابنا محرف. كل واحد يأخذ من كتابه ما يعقله. يعني أنا مثلا سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن التراث، الحمد لله حكم الشيخ إبراهيم محافظ قرآن كريم، باخذ الحديث وقيسه على القرآن. إذا وافقه القرآن فهو عن النبي، ولم يوافقه القرآن
فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى برضه التراث كذلك. يعني مثلا اما يجينا حديث في البخاري مسرب يقول لك القرضة التي زنت والقرود الاخرى رجمته و كده يعني. طيب مين اللي كان القاضي يا ابني؟ طيب اجابوا ازاي؟ وهل ولا ابضوا خرافات كخرافة المهد وما الى ذلك، زي برضه خرافة المهد دي. ما هي كل دي حاجات دي تمعن في الايقاع ما بين المذاهب والاديان وغير ذلك. برضه زي برضه النبي عيسى عليه السلام قال برضه محاربا للخرافات الحالية، يقول لهم احذروا الانبياء الكذبة الذي ينبئونكم باني انا هو، يعني عليكم ده ابن ربنا ويمسكوا عليها كذلك في الامور الاخرى والديانات الاخرى. يبقى هنا ناخذ ما دي مش عجباني سيبه، بس تراث بقى ونعرف هل ما هنا بقى افلا تعقلون. هم بيتكلم بتوع زمان بيقول لنا احنا كمان، لان هناك من يريد هدم الايه، مش الدين الاسلامي بس، الاديان كلها. ولا عايز يودينا بقى القوم عاد وثمود ولوط يعني، لكن لا، هو قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا بأن لا أكون مسلما إلا أن آمنت بالرسل الإيه؟ ولا أصبحت الآن الناس يعني لما تنظر إلى الزلزلاية اللي بيحصل ده، زلزلاية انذارات في أماكن تستحق هذا. لما ربنا وإذ نزقنا الجبل فقوم كأنه ظلة لأنه وقام خذوا ما أتيناكم بقى يعبدوا ربنا عشان يحافظ. هو ربنا هيحافظ عليك لما تعبده ويعلمك كمان، واتقوا الله ويعلمكم الله، مش لا تكذبوا على الله. هو ده الإنسان اللي ربنا هيصونه في هذا الزمان. إنما هتبقى مش عارف إيه، ده البيض بقى إيه، ده بلاستيك. طيب أخويا خليك بقى للبيض بتاعك، روح هترقد عليه ومش هيفقس كمان كده. يبقى الإنسان فينا يقول دائما اللهم ارزقنا نعمة الرضا، اللهم ارزقنا نعمة الرضا في هذه الأيام الطيبة الطاهرة. وربنا بيعرفنا، ربنا كان قادر لسيدنا محمد يعمل له كل حاجة، ولكن أراد به كل شيء عشان احنا ناخد بالأسباب. اتأذيت النبي اتأذى، إذا النبي جرى النبي هكذا. وهنا الدين ده هو الإنسان بيدين نفسه على إيه. أما لما تنظر لنا كلنا، إن كان مسيحي ولا يهودي ولا مسلم ولا نصراني ولا غير ذلك، كلنا مسلمين مسلمين بمين؟ بالله، بالله بس. إنما لا بيصلي ولا بيعبد ولا بيروح، بس إن قلت له عايزين لي جامع هيديك، عايزين لي كنيسة هيديك، ده المسلم مسلم. إنما لأن هناك فرق بين إسلام وإيمان. الإيمان هو عقد العقيدة داخلك بإدانة نفسك على دين نبي أنت تختاره وقلبك يختاره. انت شوف قلبك هيروح فين، بس عايزينها بصدق مش بسياسي. تخش لي في السياسي، ما هو معلش ربنا اما بيرضاش لاي حد تنظيمه او دينه. يعني لما تنظر للاخوان نزلوا جبريل برابعه خرافه، نزلهم
عملوا جهاد مش عارف ايه، عملوا ايه، بصوا للحكم، عملوا حزب، وربنا قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. خرفهم، أب استكبرهم، هكذا. جه بعد منه ابو بكر البغدادي. ابو بكر البغدادي باعوه، وقلت ده اللي هيحرر القدس. طيب ابو صليب فتح تواني خزي كده، لا مش ده الاسلام. يبقى ربنا هو الفعال لما يريد. انا باخذ بالحديث الذي يتوافق مع القرآن، ولا اؤمن بخرافات نهائيا. معلش، يعني مثلا برضه سألني سائل بيقول لي ايه يعني إيه انت بتقول مهدي، ولو كان سيظهر المهد لكان اولى بها سيدنا الحسن والحسين والامام علي، انما فين؟ لا، هي خرافه. حتى ايه، بعض الشيعه يقولون لتلاميذهم افسقوا، زيدوا في السواد الاخضر عشان ايه يظهر، نتعجل بظهور الايه ده. دي خرافه انها تقى ما بين المذاهب، زي برضه خرافه يا مسلم ورايا يهودي تعالى اقتله، ما دي خرافه. ولو كان ذلك صحيحا لكان الشجر والحجر اولى بها. الشجره تنهبت على ما انت بتتكلم اهو يا عم. انما لا، خرافات للتمعنن في الايقاع ما بين الملل والنحل لكن ابدا ان شاء الله اذا كان هناك حرب فستكون بين دوله ودوله، ولن تكون مذهبيه او طائفيه وغير ذلك. هذا للعلم بامر ربنا. طبعا انتقل الى نقطه اخرى واهنئ السيد الامير حاكم الكويت نواف الأحمدي الجابر الصباح باليوم الوطني لدولة الكويت. وادعو الله لهم ولكل العرب ولكل الأشقاء أن يكونوا يدا واحدة، والحمد لله نحن أشقاء أصيان على التمزق بإذن الله. وكل واحد يحذر الداخل، لأن الحرب من الداخل، الحرب من الداخل، وللأسف الشديد بمجنسين. أي والله، حتى خلي بالكم إن الدول الغربية في ناس متجنسة هناك كتير، هم اللي هيبقوا الخطر عليهم، زي ما برضه في الكويت ومصر وغير المجنسين هم اللي العملاء وغير ذلك. والحمد لله إن إحنا عندنا قاعدة كأشقاء عرب المعلوماتية والاستباقية والمصادرات، انتصارات متتالية، واللي عنده معلومة خطر على أخوه يقولها له. وكل سنة وانتم طيبين. وطبعا في يوم كل وطني في أيام كريمة بالسنة القادمة هيبقى في مناسبة تحويل القبلة للنبي صلى الله عليه وسلم التي كنا نتحدث بها، وذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، وربنا ينصر الدول العربية ويحفظها من كل شر وسوء. هناك أسئلة وصلتني عندما تحدثت عن الزلزال السابق، وعرفت بأن الله قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. وقلت الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الزلزال كامن،
زلزال الساعة كامل، وربنا هو اللي يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عفي عنه. لأنني وجدت الآن هناك بنقول لك 15 رمضان هيجي لا 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 لا. أما تنظر لسورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، هي لسه الجبال ثابتة ما نشفتش ولا زلزالها بأن ربك أوحى لها. ما يمكن أي مكان يزلزل أو ينقل أو غير ذلك إلا بأمر مين؟ وربنا بيحفظ الدول والناس اللي عارفة ربنا ولم يقبلوا خبيثا ولا 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 ولا. يعني أما ننظر لحديث النبي عندما قال أبشر الزنا بالبقر ولو بعد حين، بنظر لحكاية الزنا ديت اللي بيمشي في طريقها بيبقى سواد واخضر في النهايه، فقر وسواد وايدز وما الى ذلك. وربنا حرم هذه الاشياء لصالح جسم الانسان. وقلت في الحلقات السابقه بان الرجل يخرج منه قدر قليل به 7 ملايين منوحين، فاذا اجتمع رجلان في محل واحد في امراه واحده فهنا الوباء والمرض والموت، لان الجينات الاخرى تاكل بعضها البعض وتأكل جدار الرحم والمعركة وما إلى ذلك وعدوى وما يسمى إيدز وليس له علاج. ولذا بدليل أن الله جعل للمرأة رجل واحد ولا تتزوج بغيره إلا بعد 4 أشهر و10 حتى ينفض ما بداخلها من هذه الأشياء. فاللي يروح للطريق ده داخلتك الموت. ده يا ربنا حاجة علمية هي كان للنبي. ولما الانسان بيجي يزي والله يقرب مراته حتى شويه برد يخلصوا عليه. طيب انت حر. طب ربنا عرفك اهو وقال لك خد الفقر يا عم، خد المش عارف ايه يا عم، خد اللي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، فاعتبروا يا اولي الابصار. هنا بقى لما يزيدوا قوي لابد كل دولة تحاول تطهر نفسها في الأيام القادمة. شوف أنت مخطئ مع ربنا في إيه ويجب أن نعود إليه، مسلم ومسيحي ويهودي وغيره. فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل لعل وعسى أن ربنا يرفع عنا جميعا. إنما بقى الناس دلوقتي بدأت تزلزل نفسها. ما هوش الزلزال مش الزلزال هزة أرض بس يا خرابي الفلك يا واحنا شفنا المرض يا ولاد. من الحرب شفنا المرض ده. عندنا سلالات في الغرب كله ودول أخرى ما عدا السلالة المصرية. ليه ما ننميهاش يا علماء مصر يا بتوع البيض؟ كده قاعدين امهات من فاصلتنا، انما كل البيض كده براني زي بعض، بس ما فيش بيض بلاستيك زي ما بيقولوا لنا. ده كيلو البلاستيك بقى بكام؟ سبحان الله. الناس في غفله وفي كذب مستمر، ودي اللي منع عنكم البركه يا ولاد. طبعا وصلني سؤال اخر بيقول لي هل هناك حرب عالميه قادمه؟ لا، وانت مش في حرب عالميه دلوقتي يا ابني؟ على الاكل والشرب وبدون سبب، بدون سبب لعدم إقامة العدل. العدل إذا راضي
اوكرانيا لو كانت استقلت بذاته، انما عايزه تروح مع اوروبي وهي اصلا ارض ايه؟ وفي نفس الوقت الغرب بياخد من روسيا كل حاجه، كل حاجه، وبترول. هوب اللي حصل بقرارات خاطئه كانهم حطوا صوابعهم في عينيهم وجرجروا الدنيا كلها، والشعوب بدات تعاني. ماشي. هنا بقى ربنا بقى هو اللي شايف وهو اللي هيحكم، وما اقدرش اقول لك هتقوم ولا مش هتقوم. اللي انا بطلبه من الله ورجاء من الله ان يمنع عنا الحروب جميعها، وان يهدي روسيا وامريكا والصين واوكرانيا وفلسطين واسرائيل، كل غم الارض يا رب. القنبله بكام والصاروخ بكام؟ يا رب بحق هذه الكلمه الطيبه الكريمه تمنع عنا الحروب دي. احنا اولى بثمنها والارض تزرع، انما كله كده خلاص هتلاقوا ايه؟ ضايع اهو. والجوع كافر، الجوع كافر وليس بعد الكفر ذنب. يعني انا مثلا انا راجل شيخ، لو جوعت بقى قوي وخلاص مش لاقي الحاجه، بس الحاجه دي عندي جاري ولا هناك هلم عيالي وممكن اكسر، معلش هي كده. لكن لا، عايزين نماء يا اولاد. السلام نماء واستقرار وسعاده. يعني لما تنظر للشعب الفلسطيني ولا الشعب الاسرائيلي، مرضى اطفالهم مرضى نفسيين، اللي قلقان من صاروخ يجي واللي قلقان من قنبله. طب وليه؟ طب وليه؟ لا، ما يلا خش السلام احسن. يا ريت اسرائيل تفض القضيه الفلسطينيه دي والمكان واللي تصرفه في حروب وغيره، ابحاث في امراض في تقدم في انتاج، وكذلك برضه فلسطين نفس الطريقه كده. انما بكده يلا في النهايه هتلاقوا ايه؟ كل واحد بقى بيختار لنفسه. ويا ريت السيد نتنياهو هو مولود في بدايه الحرب وعاش فيه وكبر فيه وحارب فيه، يا ريته يخش في السلام، هياخد لقب بطل الحرب والسلام. يا ريت، يا ريت ولو خسرت القضيه الفلسطينيه دي مش هنستخسر في اسرائيل اي حاجه، وممكن نعدلها مي وكل حاجه. وتيجي مش مراقبين بقى، هيجوا بقى ايه؟ اعضاء في اتحاد ولا مش عارف ايه ولا ايه كده. انما كده لا، انت كده زي ما انت شرط تحل عن القضيه الفلسطينيه، يبقى انت ايه؟ ذئب، والذئب يراقب فريسته قبل ان ايه؟ يفترسوها. ما ينفعش انك انت تيجي في الايه؟ على اوروبا. معلش، الشعوب هي مصدر السلطات، احنا كلنا شعوب واخدين كده، فادعوك للسلام. ادخل في السلام ونعيش ونربي اولادنا في امن وامان واستقرار، هكذا يكون. والا بقى كل واحد حر. طيب، واحد بيقول هل الزلازل غضب من الله؟ هو الناس لما بتنسى ربنا بس يا ابني بيبعت حاجه، مش باعت لك الزلزال ده عشان يوريك حجمه، لا، ده عشان يوريك حجمك انت، حجمك انت. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. الدنيا مالها كده؟ يا ايه ده؟ من البيئه؟ ده من المناخ؟ لا، بأن ربك أوحى لها.
لما ربنا بس يومئذ يصدر الناس أشتاتا. شوف بقى لما تنظر الزمن الماضي الناس بقت عاملة ازاي. يتشتتوا، عارفين يرجعوا بيوتهم. طب بيوتهم دي على ما تنبني هتاخد قد ايه؟ طيب بعد ما كانت ايه هتبقى ايه؟ ليروا يستاتا ليروا ايه؟ اعمالهم. اللي كان بيروح بيت الدعارة يدفع، واللي كان بيعمل كله بايه؟ فين الشغل؟ فين؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ربنا يحفظه. يعني لما الزلزال ده بيجي لإنسان صالح أو اللي يكون فيها ناس صالحة، بتلاقي سبحان الله نايمين، يصحى الصبح يقول لك ده كان فيه هزة. ليه؟ لأن اللي بيحس بالهزة وشاف يجري. بتجيله سكرة كده. وترى الناس الكبيرة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كذلك الصغيرة لها سكرة برضه بس صغيرة عن الكبيرة. يا الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء إيه؟ عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم احفظنا في ذلك اليوم. ما حدش يقول لي ياما خلاص، لا، سيدنا عيسى لسه ما نزلش. ما ينزل سيدنا عيسى. اما المسيح الدجال ودول بينا دلوقتي، بينا الدجالين والمشعوذين، كل واحد بقى بيضرب له خرافه وكل واحد بيضرب له خرافه، كل واحد بيصنع له دين جديد. هي دي دول ما بيننا بقى. هم دول النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفينا شر فتنة الدجال المسيح، لأن كل ما يحدث الآن هو فتنة ما بين الملل والنحو. سألني سائل وقال لي هناك من قال بأن الإنسان له رقيب وعتيد، ويكتبون الحسنات أو السيئات. فهل سيسأل بالقبر أيضا؟ طب ما هو مكتوب له كل حاجة، هو معروف. ونكذب هذه الإيه؟ بأن في القبر ملكين هيسألوا الإنسان. قولوا له عندما يفعل الإنسان إجراما وقتل أو عمل، فبتروح الشرطة هب ده كذا 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 من الفاعل حتى يصلوا إلى الإيه؟ المجرم، يمسكوه ويبدأوا يسلموه للقسم أو المركز التابع له حتى يسأل أو غير ذلك. فعندما يدخلوه فسيقولون له ماذا فعلت؟ ودينك إيه؟ وأنت منين؟ وأنت. فإذا كان المؤمن طيب ولسانه واخد على ذكر الله عندما يسألوه الملكين فيجيب، كذلك في القبر يتعب ما يخش انت مين ودينك ايه وملتك ايه وكنت من الأسئلة وهنا بقى الإلهام حسب ايه ما هو ايه
طري بذكر الله أو بذكر لو ما ارتدع، لو ما كانش بيصلي ولا بتاع يقول ما حاجة ما عرفهاش، هجاوب ازاي؟ اتعرف. طب هل يعذب؟ الجسم جيفة قذرة والروح تخرج إلى الإيه؟ زي اللي نايمين كلك في أوضة كبيرة وعلى بعض. وكل واحد هم نايمين كل واحد بيحلم وبيرى رؤية حسب الرؤية اللي هو عايش. يعني أنا بحلم إن أنا في جنة، في جنينة، مش عارف إيه، أحبابي، شفت ناس وآخر يجي له كابوس. لأن هنا طبعا في حياة البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجسم الإنسان رغم إنه جيفته قذرة وبيبقى تراب، بس لو جبت ذرة، والعلم ده الفول من دول، جبت ذرة من تراب جسم الإنسان ده ممكن يستنسخوها ويطلعوها هي. والذرة دي عليها الايه؟ الجينة الوراثية الكاملة لكل جسم الإنسان. ولذلك كل حاجة تذوب ويأكلها التراب في جسم الإنسان ما عدا اللسان، بينشف كده وبقى عامل زي كامش كده وبقى عامل شبه المسمار وهو ده اللي يوم البحث كل واحد هينادي على الايه؟ الجينة بتاعته. ويا عالم جايز لو حللت اي تراب من ده هتلاقيه جينات لبني ادمين او الطوب المبني او ليك الله اعلم. ولولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا، لا ظننا ان احنا بنصلي على ميتين. فالحمد لله. وحتى لا اطيل عليكم ويكفي هذا القدر، وندعو الله سبحانه وتعالى ان ينور قلوبنا وقبورنا ويختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، واذكركم بتقوى الله وطاعته، واحذر نفسي من مخالفته وعصيان امره، عملا بقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واتاسف لكل اي انسان اخطأت في حقه او غير ذلك، لان احيانا الحقيقه بالزعل، ورجاء الدين النصيحه وما على الرسول الا البلاغ. فما تزعلش مني وخد مد معايا وانا نتعلم منكم او تعلمونا. والى لقاء اخر، وندعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم ان يرفع عن العالم كله الحروب والدمار اجمعين، وان ينجينا بفضله وكرمه من عذاب الدنيا ومن عذاب يوم الدين. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ اوطاننا، اللهم احفظ كعبتنا واهلها، اللهم احفظ اشقاءنا العرب واهدهم الى بعضهم، اللهم انصرهم على اعدائهم وعلى من يريد احتلالهم، اللهم احفظنا جميعا من كل خبيث ومكروه، اللهم احفظنا من كل سفيه ومزؤوم يا رب. آمين يا رب. تقبل. اللهم من يكره الخير لشعوب الأرض، اللي يكره الخير لشعوب الأرض ويحاول الإيقاع بينهم أو فتنهم أو غير ذلك، ارزقه مرضا
لا يجد له دواء ولا طبيبا يداويه. آمين يا رب العالمين. تقبل مني يا رب العالمين، واهدي جميع بلاد المسلمين وغير المسلمين. اللهم اهدي اليهود والمسيحيين والمسلمين إلى بعضهم من أجل أطفالنا يا رب. اللهم اهديهم جميعا وابعدهم جميعا عن الحروب. اللهم بحق كلامك الكريم، قرآن كريم وتوراة وإنجيل، اكرمنا يا رب وانصرنا على المستحيل. وإن شاء الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وإن شاء الله ستظل الكعبة عالية راسخة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فأنت قادر. وكل لبيب بالإشارات يفهم. السد مبني على كهوف فارغة، سد النهضة، وعلى فالك أرضي موصل للكعبة، ويظنوا أنهم إذا أثقلوا هنا فستنهدم الكعبة هناك. وربنا يهدي أهالي السودان ويفيقوا قبل أن يغرقوا ويأتوا إلى مصر عائمين. إنما باللي هم فيه السودانيين دول دلوقتي، أقول لهم الشاطر فيكم اللي يصنع له سفينة على ما يجي الايه على ما السد بإذن الله تعالى. وربنا قادر إن احنا كلنا جميعا نفيق من غفلتنا. العالم كله في غفلة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآسف على الإطالة. يا ولدي